هاجر في علاقه غير شرعيه مع المدير ديالها بانها مي غدير معاه هادشي غادا تاخذ ترقيه، وهذاك الشيء اللي كاين السيد اللي معاها او المدير ديالها موعدها بانه غيعطيها ترقيه وغتكون مزيانه في حياتها. وملي غترجع لدارها غيبان لها الزوج ديالها يوسف وهو مقرب من الخدامه. يوسف خبره غادي يهز الخدامه وغادي يقول لها لا راه بغيت غنعاونها، الحبوقه بعادين عليها شويه باش تقدر تكب فيهم الماء. وهنايا هاجر بقات كتشوف وقالت ليه واخا ما كاين حتى شي مشكل، هذا الباب اللي كيدخل منه الريح غادي نطرقوا والديه. غتهز الطابليت ديالها وغادي تقلب على خدامه بشي مواصفات اللي ما يعجبوش الزوج ديالها، يعني ما تكسيتيش. في الاخر غطيح له واحد طبوزه وغتقول هذه هي اللي غتنفعني في الدار. في العشيه غتجري على الاخرى وغتقول لها يلا ماما سيري بحالاتك ما عندي ما ندير بك. ولكن دري قبل ما تمشي غتقول لها واش فريمون انت متاكده من هذا الحل هذا؟ كيبان لي الزوج ديالك ما كايناش شي حاجه اللي غادا توقفوا، ما غتفوتش 24 ساعه غترجع عاوتاني للدار حتى غتلقاه معاه في الكوزينه جاي من وراها وشاد ليها الموس وكيقطع ليها في خيزو. يوسف جوابو على لسانه وغيقول لها لا غير بغيت نوريها كيفاش صوب لي الطبق ديالي المفضل. هاجر ما قالت والو، عاونتها وحطوا ليه الماكله. والدريه مسكينه كانت حشمانه بزاف وغتقول لها وصافي غتجري عليا انا هنا. غادا تبقى تشوف فيه وغتقول وقيله انا اللي مبقيتش عمره لي عينه، وقيله مبقيتش كنتهلا في راسي. وداك الشيء اللي غدير غتمشي لواحد المحل وغتحيد الزغب وغتقاد كلشي، المهم غتبدل واحد شويه. غتمشي للشركه فين خدامين هما بجوج، وفي هذه اللحظه هذه كان ما واحد خيتي اللي كيدراكي فيها، ولكن ان فوا غادي يشوفها عينو خرجوا. ولكن المدير المخ ديالو غيتحرق. يوسف غادي يشوفو وغيشوف النظرات ديالو وهنا غادي يحس بواحد الغيره من جهتها. في العشيه غيمشيو للدار وغادي يبغي يكون مع الزوجه ديالو، ولكن هي غتقول ليه بلاتي راه باقي الحال، خاصك تكون صبور شويه، سير بعدا كمل الخدمه ديالك ومن بعد وجي. وهنايا غتخليه حتى يمشي للبيسي ديالو وهو خدام، وغتوقف قدامه وغتبغي دير ليه بالعاني تشعل فيه ديك العافيه باش يكون معاها ويكون سخون. في الزين قدامه وما قدرش يصبر طفى البيسي وهزها وداها لبيت نعاس. لكن ملي غادي يكملوا غادي يقول ليها قولبتيني راه ما تبدلت فيك حتى شي حاجه وما حسيتش بديك الحلاوه النيت. يوسف ولا عزيز عليه يبدل من الاخر ولا عزيز عليه الحرام. الهضره هذه اللي غتدخل ليها الشك مسكينه وغتبقى حشمانه. الغد اللي كانت عندهم واحد الحفله في الشركه، ولكن هو ما كانش عينو عليها، ديما عينو على السكرتيره الشابه. هاجر كتشوف بعينيها هذا الشيء وعارفاه باللي باغيها. بعد غادي يسكت كلشي وغادي يقول الكلمه ديالو وغادي يبقى يشكر غا في راسو بانني اللي كندير. ولكن هاجر غتقول ليه لا حتى انا كنعاونك، اللي كنوجد لك الدوسيات وانا اللي كنوجد لك كلشي، علاش ما قلتيش سميتي؟ غيقول ليها لا ما بغيتش نقولها غنتسمى محقور وغادي نبان صغير قدام الناس. هنايا في البلاصه غتفكر اشنو كانت كدير معاه وغتفكر بالضبط اشنو قالت ليها الخدامه قبل ما تمشي. غتمشي وغتريح في الصالون وغادي يجي عندها وغادي يروح لها الدوسي وغادي يقول لها يلا هاد الدوسي هذا خصك توجديه ليا من هنا للعشيه باش نديه للمدير وسن ليا على الاوراق، وهكا غادي نترقى وغادي نوليو مزيانين في حياتنا انا وياك. هنا هاجر بدات كتفكر مزيان وقالت بلي هاد السيد هذا راه مجوج بيا على غراضه ودابا جا وقت الانتقام. غتقول لي صافي يا حبيبي كون هاني، في العشيه غتلقى الدوسي ديالك واجد كيف ديما. ملي غطل من برا غيبان لها بلي السكرتيره هي اللي غادا معاه. في العشيه غيجي غتعطيه الدوسي وغتقول لي صافي كلشي ناضي وهو غيثق فيها. غادي يقول لها صافي يلا غنمشي عند المدير. غيمشي قدام المدير وغيعطيه الدوسي كيف ديما وتيق في راسو. ولكن الدوسي كان عامر بشي تصاور ديال الفساد ديالو واشنو كيدوز وقته، ولتحت مكتوبه واحد الرساله راني ما قدرتش نكتب لك هذا الشيء راه حيت كنت مشغول. هنايا المدير في البلاصه غيشوف فيه غيقول لي ياك سيدي راك مطرود من الخدمه. ومن بعد المدير برجليه غادي يمشي حتى عند هاجر للدار وغادي يقول لها انا جيت حتى عندك دابا. هاجر عرفاتو اشنو باغي وغتقول ليه لا ما نقدر ندير معك حتى شي حاجه ومابقاش كيهمني لا ترقيه لا والو. غيقول لها لا راني عرفت كلشي وعرفتك بهذه الخدمه راه انت اللي كديريها وماشي الزوج ديالك، تقبلي ترجعي تخدمي معنا وغادي نزيدك في الصالير وغادا ترقاي. بطبيعه الحال هي ما غتقولش لا. واللي بغينا نفهموكم في هذه القصه هذه طبا بزوا انك تبيعي الشرف ديالك باش توصلي لواحد المنصب. الا كان عندك فريمون في مخك عندك ديبلوم اللي كيثبت انك انسانه تسالي هذا البوست، فلا داعي انك تلحسي الباترون ولا تبيعي شرفك للشيف ديالك بلا ما يهدك شي واحد يقول لك ضروري خاصك ديري معايا هذا الشيء باش تبقاي خدامه. كاينه مندوبيه الشغل ولا كنتو نتوما بزاف تاع البنات تقدروا ديكلاريو وهذا السيد هذا تقدروا تصيفطوه للحبس. لا ما تبدل الخدمه ولا تقولي لا حقك صافي راه درت هذا السون هذا غادي يجريو عليا، بالعكس غتكون القيمه ديالك كبيره. لما بغات شي واحد يمشي معاك غادا تسجليه، ديري التليفون حداك وسجلي اشنو كيوقع. وقصدوا لي الكوميساريه والله حتى غيتهلاو فيه. هذا الشيء راه كيتسمى الفساد والتحريض على الفساد. شحال من جمعيه غتتبعوا غادي نغرقوه بهذا الشخص هذا اللي كيستغل المنصب ديالو وباش يقدر يفسد مع البنات او يضحك عليهم. بالمناسبه عندنا قصه ثانيه ما
كتمشي فين. المعطي ضارينو المصارن والدكتوره امال واقفه حداه وبارك عليها اجا الحبيبه ديالي طلعي فوق مني. فرمليات بحال كنتهلا فيهم مزيان، ولكن امال غتقول لي انا راه ماشي فرمليه، انا هي الطبيبه اللي غادي نعالجك اللي غندير لك العمليه. ولكن هو غيطلع حكار وغادي يقول لها اش من العمليه غدير لي انتيا، سيري عيطي لي على الطبيب. هنا حتى غيدخل واحد الفرملي وغادي يقول لي جابك الله السي الدكتور، هاد السيده هادي بغات تضحك عليا وقالت لي انا اللي غندير لك العمليه. غيشوف فيه غيقول لي انا راه غير فرملي وهذه فريمون وهي الطبيبه وهي اللي مسؤوله على هذا السبيطار. هنا غيتزنق وغادي يحشم وما عرف ما يقول وغيقول ليه لا لا انا ما بغيتش مرا اللي تقرب ليا. غينوض من بلاصتو وغادي يوقف حداها وغيقول لها راكي عارفه انت غير الحاجه وحده. المهم المعطي الفكره ديالو بان الفرمليات كلهم فاسدات، يعني كلهم كيفسدوا. هاد اللحظه هادي غيضروه المصارن مزيان، غيهزوه وغيحطوه في بلاصتو وغيقول لي يلا دابا خاص نديروا العمليه. غادي بيه كيتوجع واخا هكاك فمو مبغاش يسدو، كيتبس على امال وباغيها. يشوف فيها وكيقول لها واش منك ولا السروال كبر منك. مع صافي بدا كيطلع لها شويه في راسها، ولكن حيت الطبيبه خاصها دير الخدمه ديالها غتخلي السيد يدخلو. غتمشي تلبس الملابس ديالها باش دير ليه العمليه، ولكن غيحلف لهم بالحلوف ويقول لهم هاد السيده هادي ما تقربش ليا، بغيتك نتايا الراجل انت اللي دير لي هاد العمليه هادي، انا ما فهم والو. وغتقول لي اش غدير بلاتي غتهز واحد المقص وغتعطيه للفرملي وغتقول لي صافي هو اللي غيدير لك العمليه، وهنايا غيديروا ليه البنج. معطي غيدخل في غيبوبه شويه حتى غادي يفيق وغيلقى الطبيب حداه وغيقول لي شكرا لك بزاف، كتيقفك وكتعارفك باللي انت هو الطبيب الله يعز الرجال. غيقول لي لا 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 ماشي انا اللي درت لك العمليه، ما عنديش الحق انا ندير لك العمليه حيت انا غير فرملي، واللي دار لك العمليه هي الدكتوره امال وهي اللي عتقاتك من الموت. هنا حتى غتجي وغتلوح له واحد البلاستيكه وغتقول لي هذا الشيء اللي لقيت في المصارن ديالك كون ما حيدتهاش لك الله يرحمك دابا. وهنايا المعطي غيبقى يشوفو حشمان وغيقول لها شكرا لك بزاف، ما كنتش كنظن ان امراه غدير خدمه بحال هادي. ملخص القصه يا اخوان، احنا في هذا المغرب هذا او في العالم حنا مقسومين على جوج، كاين اللي باغي المراه تخدم وكاين اللي ما باغيش المراه تخدم. اللي باغي المراه تخدم كيقول لك بان المراه راه كتساهم بشكل كبير في تطور البلاد، منها طبيبه منها بوليسيه منها محاميه منها قاضيه منهم عاملات النظافه ومنهم خياطات وبزاف تاع المهن. كاين النص الثاني اللي كيقول لك بان المراه خاصها ما تخدمش، بالعكس خاصها تجلس في الدار، الوظيفه ديالها انها ترعى الابناء ديالها وترعى الزوج ديالها والبيت ديالها. انا كراجل خاصني نخدم ونجيب لها اشنو خاصها. انا ما غاديش نقول لكم اش من فرق منه انايا، ولكن اللي غادي نقول ان المراه تحرم عليها انها تخدم خدمه مختلطه، يعني خدمه اللي كيكونوا فيها الرجال وعيالات. ماشي غير هذا الشيء، يعني الناس ملي كيبدا يتفتح شويه راكم عارفين كيبداو يديروا لابيس عادي سلم عليا من الحنك عادي جدا بحال خويا، ولكن الحقيقه انه ماشي خوك، حيت لا جا خطبك مع دباك غادي يتزوج بك. انت اللي كتشوف هذه الحلقه هذا بغيتك تجاوبني بصراحه، واش انت مع الفريق الاول ولا الفريق الثاني؟ انت امراه ولا كنتي راجل؟ خلي لي تعليق وبغيت نعرف الاراء ديالكم، بالاخص تعطيوني الاسباب وعلاش. غندير حلقه اخرى وغادي نجمع كاع الاراء ديالكم او كاع الكومونتيرات ديالكم وغادي نحطهم وغادي نجاوبكم واحد بواحد. وبالاخص بغيتكم تبارطاجيو هذه الحلقه مع الناس اللي كيهمهم الامر. الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب. كان معكم خوكم هشام، الى قصه قادمه ان شاء الله.